الاستقلال أهم من المونديال. قبل مونديال 58 كان المنتخب الفرنسي فيه 2 لعيبة جزائريين، وهم رشيد مخلوفي ومصطفى زيتوني، والاتنين كانوا من أعمدة منتخب فرنسا. وقبل شهرين من المونديال الاتنين اختفوا ومحدش كان يعرف عنهم حاجة، لا في أنديتهم ولا في المنتخب الفرنسي، والصحافة الفرنسية بدأت تسأل عن سر اختفاء الاتنين. وبعدها جبهة التحرير الوطني الجزائرية أعلنت مسؤوليتها عن اختفائهم، لأنها كانت عايزة تجبر الرأي العام في فرنسا إنه يتكلم عن الحرب اللي شغالة في الجزائر، واللي الصحافة الفرنسية كانت بتصفها طول الوقت بالأحداث في الجزائر. والجبهة قررت تهريب أفضل 10 لاعبين جزائريين من فرنسا لتونس، انضموا لفريق جبهة التحرير عشان يأكدوا على دعمهم لقضية الاستقلال. الصحافة الفرنسية لما عرفت إن اللعيبة دي مش هيروحوا كأس العالم مع فرنسا كتبوا لقد تخلوا عن الحلم، لكن الحقيقة إن حلمهم كان أكبر بكتير من كأس العالم، حلمهم كان الاستقلال. وبعدها ب4 سنين تم إعلان استقلال الجزائر بعد حرب ضحى فيها 1.5 مليون شهيد بأرواحهم. في مونديال 82 مخلوفي اللي ما لعبش كأس العالم عشان قضية الاستقلال كان مدرب الجزائر في كأس العالم، وكأن القدر بيكافئه بعد 24 سنة.